وصلنا عند منحل نحل حقيقي بقى غير الكوخ، نشوف اللي بيحصل بجد. ابتدينا بخلية ازاز باين فيها كل التفاصيل. زجاجية زي ما تشوفون، فيها نحل حي. حطينا في ازاز عشان تقدر تتفرج عليها، ودلوقتي هنخش على منحل حقيقي هيفتحه. فلبسنا اللبس ده عشان طبعا هيهجمه وهيهديه شويه بالدخان. ده الدخان وبعديها حضر الدخان عشان يهدي النحل. الدخان اللي ناخذه الآن إيش الهدف منه؟ لازم ما نقدر نكشف عن النحل إلا نستأذن. مو على كيف نروح نفتح عليها كذا تقرص وتلعب. الدخان هذا يهديها، هي تشعر لما تشوف الدخان انه كان حريق، فتهتم، ما تهتم بالقرص، جالسه تهتم في الخليه بسم الله ما شاء الله. شوف النحلات تهدى الان من بق النحله. ياس شوف النحله لا زالت على العسل، تبغى العسل. هذا الذكر ما يقرص، ما في آلة حادة ولا يقرص ولا شيء، هو فقط يلقح الملك. هذا الذكر. قبل ما اعلمها اشوف الفرق بينها وبين اللي بجنبها. هذه هي الملكة. طبعا تهرب الان، تعرف ان نشوفها، تبغى ما تبغى احد يشوفها. الان زعلانه، بضغطها حتى تقرصني. الان بدات تقرص، انا بسحبها. شوف تقرصها كذا، خلاص قرصت. شوف الحين السم مكانها، شوف يطلع جميع الاحشاء النحله وتموت بالشكل هذا. كذا ماتت لان في حراشي يفرز جوا الماده السميه الموجوده. طب والسم ده مش بيحمل لك حاجه ولا؟ لا هو في فوائد، لكن اي شخص تقرصه انا ما انصح انه اي واحد يجي يجرب، ممكن عنده تحسس. انا متعود على قرصها يعني كده. وشفنا كمان شكل الخلية الطبيعية اللي بتكون جوه جذع الشجرة، ودي اللي النحل بيعمل فيها الشمع. مش بس كده، دقنا بنفسنا طعمه. سيد شكرا. هناكله بالشمع كده. بالشمع. ايه بالشمع، هو الفائده بالشمع. واو. شوف لو ماتت الملكه في استبدال، يسمونه استبدال، اللي هو ترشيح ملكه اخرى. من اللي يرشحها النحل من البيض نفسه الموجود. تبدا النحل تضع لها كأس، اسمه كأس ملكي، تعطيه غذاء ملكي. خلال 16 يوم تطلع الملكة الجديدة. ولو ما اتفقوش لو يسمونه الخلية الميتمة، يعني ماتت الملكة تيتمت، صارت يتيمة. والنحال ما انتبه، إذا تأخر بدأ النحل في فوضى، خلاص ما في ملكة. يبدأ النحل بعض الشغالات تسوي بيض، ويسمونها الملكات الكاذبة، وتجمع معاها نحل وتقول أنا ملكة وأنا مدري إيش، لكن بيضها فاسد، ما هو زي بيض الملكة. وتبدأ الخلية في فوضى غير طبيعية. مجموعة يموتون، مجموعة يمسكون في زاوية، يعني على الصوت مجرد أنك تفتح صوتها ما عاد فيه، لازم ضبط لها بملكة جديدة. النحل عالم عجيب وغريب، سبحان الله العظيم. لو حابب تشوف محتوى أكتر عن العالم اعمل فولو.